ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. النهارده هنعمل مع بعض الفراخ المحشيه باسهل وابسط طريقه تطلع معاكي في منتهى الجمال، والرز يطلع معاكي تحفه. فنسمي الله ونصلي على الرسول. لسه اول مره تتابعيني؟ يا ريت ما تنسيش تعملي لايك واشتراك للفيديو وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد معانا باذن الله. في الاول كده انا جبت الكبه بتاعتي، ضفت فيها بصلتين هفرمهم فرم ناعم. انا البصل ده هقسمه على 2. معايا هنا بولتين، هقسم البصل ده في كل بوله جزء من البصل اللي انا فرمته. انا هركن هنا بوله من اللي انا حطيت فيهم البصل على جنب، وهشوف البوله التانية هنعمل فيها ايه. هضيف كده بوله عليها، هحط عليها البهارات، وهي عباره عن ملح وفلفل، معلقه صغيره من البابريكا، ومعلقه صغيره من البهارات السبعه. هقلب البهارات بقى مع البصله بتاعتي. انا هقلب البصله بتاعتي مع البهارات، وفي الوقت ده طبعا الفرخه بتاعتي كانت مغسوله وكانت محلول النقع ومتنشفه. انا هنا هجيب البصله اللي انا تبلتها وهدلك بيها الفرخه بتاعتي من جوه ومن تحت الجلد ومن كل حته. يفضل الفرخه دي تكوني جايباها قبلها بيوم، وتعملي الخطوه دي قبلها لانها بتفرق في الطعم جدا. وعموما لو هتعملي اي وصفه فراخ، لو تجيبي الفرخه قبلها بيوم او يومين وتقعد في التلاجة، هتبقى احلى من انك تعمليها في نفس اليوم، عشان اللحم بتاع الفرخه ما يشدش معاكي. كل ما قعدت في التلاجة اكتر، كل ما كان اللحم معاكي دايب ويبقى افضل من انك تعمليها في نفس يومها. انا هنا بعد ما دلكت الفرخه بتاعتي بالبصله هدخلها التلاجة ساعتين 3 او قبلها بليله زي ما اتفقنا. انا هجيب هنا بقى نجهز الحشوه بتاعتي. هجيب هنا صينيه او حله اي المتوفر، هضيف فيها معلقتين من السمنه، وهجيب البصله بتاعتي اللي انا كنت سايباها كده على جنب، وهشوحها مع السمنه. انا محتاجه هنا البصل بتاعي مش ان هو يغمق قوي، لا، محتاجه ان هو يدبل ويصفر حاجه بسيطه قوي. إيه، ان شاء الله الوصفه تعجبكم وتجربوها وتقولوا لي رايكم باذن الله. ولو لسه ما عملتيش لايك يا ريت ما تنسيش. انا هنا هنزل بالكبده بتاعتي، كنت مجهزه كبده معايا مقطعاها كده مكعبات صغيره. لو متوفر، لو مش متوفر عادي، بس هي بصراحه بتفرق في طعم الرز اللي بيبقى الخلطه او اللي بنحشي بيه عموما الفراخ او الحمام، بيبقى طعمها تحفه. عايزه اقول لكم الطريقه بتاعه الرز دي تطلع معاكي رز في منتهى الجمال بجد، ريحته كانت خطيره جدا. انا هنا هنزل بالبهارات بتاعتي، وهي عباره عن مكعب من مرقه الدجاج، ومعايا هنا ملح وفلفل وبابريكا، معلقه صغيره من البهارات السبعه. وطبعا العنصر الاساسي معانا النهارده القرفه، في الرز بيدي طعم وريحه خطيره. وانا ان شاء الله هسيب لك برضو المقادير في صندوق الوصف، عشان لو حبيت ترجعي تلاقيها موجوده باذن الله. انا كنت زودت كمان شويه كده من القرفه، لان انا بحب نكهتها قوي في الرز الخلطه. في الوقت ده انا كنت غاسله الرز بتاعي. انا هنا طبعا مزوده كميه الرز مش عشان بس احشي بقى الفرخه، لا، انا بحب اقدمه كمان جنب الفراخ المحشيه، لان هو الرز لوحده بصراحه كان خطير ويطلع معاكي ريحته تحفه جدا، مش محتاج ان هو يتاكل حاجه جنبها. فانا بزود الكميه عشان اقدمه جنب الفرخه، لان مش هعمل رز تاني. وانا متاكده ان شاء الله الوصفه تعجبكم وتجربوها. انا هشوح الرز بتاعي مع الكبده والبصل. تشويحه الرز اصلا بتخليه يطلع معاكي مفلفل ما يعجنش. انا هنا هنزل بالميه بتاعتي، وكان معايا هنا كام حبايه كده من الزبيب، كانوا متوفرين بالنسبه لي. عموما انا بحبه على الرز اللي بالخلطه. لو مش متوفر وما بتحبوش اصلا عادي تقدروا تستغنى عنه. هكون مجهزه الميه بتاعتي. انا هنا الرز انا مش عايزاه يستوي في الاول تسويه كامله، هاخد بس نص او جزء كده من الرز بعد ما يتشرب، وبعد كده هحشي بالفراخ.
انا هنا سقيت الميه، هستنى بس لغايه ما تتشرب الميه بتاعتها كده ويبقى نص تسويه، لان انا محتاجه يكمل التسويه بتاعته مع الفراخ في الفرن. هنا ممكن تقولي ده الرز معجن، لا هو مش معجن لان هو لسه اصلا ما كملش التسويه بتاعته. انا هاخد هنا بقى الجزء بتاعي اللي انا هحشي بيه الفرخه بتاعتي، بس انا هستنى لغايه ما الرز بتاعي ده يبرد، مش هحشي الفرخه والرز سخن بالطريقه دي. انا هسيب بقى بقيه كميه الرز تكمل التسويه بتاعتها، ازودها بس شويه ميه خفيفه كده واسيبها تكمل التسويه بتاعتها. انا هنا الفرخه بتاعتي بعد ما سبتها في التتبيله اللي بالبصل والبهارات، هحشي بيها الفرخه من جوه، هحشي من البطن كده ومن تحت الجلد ومن كل حته. انا هنا مفتحه طبعا من تحت الجلد، هحشي كده ورا الزق كده بالمعلقه بتاعتي لغايه ما يوصل للرقبه. وصفه سهله وبسيطه جدا، وغدا هيطلع معاكي في منتهى الجمال ومياخدش وقت ولا مجهود. ده غير ان الولاد هتعجبهم قوي بجد هتجربيها وتقولي رايك. انا هنا خلاص كنت يعتبر حشيت الفرخه وهقفلها بقى، هجيب كده ايه كذا خله من خلال السنان، هقفل الفتحات دي من الرقبه ومن كل حته عشان الفرخه بتاعتي تبقى جاهزه. انا جبت هنا الصينيه بتاعتي ومعايا هنا كيس حراري، هضيف الفرخه بتاعتي واقفلها كويس. انا هنا مش هضيف اي ميه، وهتطلع معانا تحفه واللحم بتاعها مستوي وجميله جدا. انا هنا طبعا لازم في الكيس الحراري اعمل كذا فتحه عشان الكيس بتاعها ما يتنفخش في الفرن بتاعي او يفرقع. هدخلها الفرن بتاعي على فرن اوسط وهتطلع معايا بالجمال والحلاوه دي. اللحم بتاعها دايب جدا، ابيض كده في منتهى الجمال. بسم الله ما شاء الله، وصفه سهله وبسيطه وان شاء الله تعجبكم جدا، ويا رب تكون الوصفه عجبتكم، واستنى رايكم ان شاء الله في الكومنتات.